صباحكم فل. بما ان مصر هي ام الدنيا، فلازم ام الدنيا دايما تتنها متطورة ومتقدمة ومسيرة للتقدم وللعصر، وبالتالي لسه في حاجات ناقصة ام الدنيا كتير. جمعيات المجتمع المدني اللي بتساعد الناس على انها تاخد حقوقها او تعمل اجراءاتها واوراقها البيروقراطية او تستشير متخصصين او كمان مساعدات مالية لو واحد ما يقدرش يدفع. كل الجمعيات دي هي اللي بتدعم المجتمع، هي اللي بتساند المجتمع وبتساند الشعب على انه يوصل لحقوقه بسهولة وبيسر حتى لو ما عندوش امكانيات. وده الحقيقة لاحظته هنا في ألمانيا متطور جدا جدا جدا. يعني لو مشينا كل 100 متر نلاقي جمعية حاجة وجمعية حاجة وجمعية حاجة وجمعية حاجة، يعني تخصصات متعددة. بصراحة التكافل الاجتماعي هنا والمساعدات والناس اللي بتساعدك والناس اللي بتكرس وقتها لخدمتك وانت انسان ممكن ما عندكش امكانيات، وده كله اللي الإسلام قال عليه. يعني هما ما اخترعوش حاجة، هما طبقوا اللي أشار إليه الإسلام من زمان، من قديم الأزل، من أيام الخلفاء الراشدين ما كانوا بيعملوا وبيساعدوا وبيت المال الحاجات دي احنا نسيناها ليه؟ النهاردة لما نشوف مشكلة البنت اللي توفت، ربنا يرحمها، لا دي مش مشكلتها لوحدها، دي مشكلة المجتمع كله. مشكلة المجتمع اللي ذكوري، اللي ما بيديش الست حقها، اللي بيعيبها وهي ما فيهاش عيب، اللي بيخليها فريسة لناس طماعين مستنين اي واحدة ظروفها صعبة عشان ياكلوها. فين الاهل؟ فين القانون؟ فين تحقيق القانون على ارض الواقع؟ فين الناس اللي خايفة على العدالة؟ فين الناس اللي خايفة على المجتمع؟ القضاة فين يا جماعة؟ ازاي واحدة تخش المحاكم تقعد بالسنين وما تاخدش حقها عشان واحد بيتلاعب، واحد بيكذب وبيجيب شهود زور؟ فين يا جماعة عقول القضاة اللي بتعقل وبتوزن الأمور وبتشوف الأوراق وبتشوف الحيثيات؟ مش بس كده، فين رجال الدين ودورهم في المجتمع اللي هم يصححوا الأخطاء ويعدلوا للناس مساراتهم والناس ماشية غلط يصلحوا لهم؟ فين الخطاب الديني اللي يحث على تعديل الأخطاء وعلى الأسرة وأهمية الأولاد وأهمية معاملة الزوج ورعايته وحبه للأم وللأخت وللبنت فين القوانين؟ احنا لسه ناقصنا كتير، مش بس ناقصنا القوانين تتحط، ناقصنا تتطبق، ناقصنا الجهات الموازية اللي تساند التطبيق وتتابع وتقيس وتشوف الكلام ده بيوصل لاصحابه ولا لا، ولا في تلاعبات. في حاجات كتير. الست اللي توفت فتحت كمية أشياء كانت متغطية والناس ساكتة عليها وكل الناس عارفة أنها غلط، ولكن ساكتين ليه؟ لأن مفيش في إيدنا حاجة نعملها. لا، في إيدنا، لأن كل الحاجات دي قوانين وضعية في إيدنا نغيرها. دي ما نزلتش من السما، ما نزلتش من السما إن واحد يتلاعب وينصب عشان ما يدفعش لولاده. ما نزلتش كده من السما، قوانين وضعية يتحط لها قواعد وقيود ومراجعات وناس تنزل تقيس
التطبيق على أرض الواقع ده حقيقة ولا كذب؟ فين الأبحاث؟ هو أنا كل يوم والتاني مش بنزل لكم وأقول لكم ألمانيا وأوروبا متقدمين عشان الاستبيانات والأبحاث والاستقصاءات فين؟ فين؟ احنا نسينا حاجات كتير، نسينا حاجات كتير قوي. الدنيا مش أكل وشرب، لا، تدفيه الحياة، لأننا بقينا حيوانات فقط عايشين عشان ناكل وننام. دي مش حياة، لا لا. ومش كله على التعليم. تعليم تعليم تعليم، ماشي، تعليم. فين؟ فين الأسرة؟ فين المجتمع؟ فين التطبيق؟ طب واللي ما عندوش يتعلم بفلوس يعمل ايه؟ حولنا كل حاجة لبريفات، كل حاجة بقت بفلوس. الغرب حول كل حاجة ببلاش، واحنا حولنا كل حاجة بفلوس للأغنياء. مين هيعيش في بلادنا؟ الأغنياء بس، والفقراء نفرمهم، وولادهم نفرمهم. وبعدين المشكلات اللي هي فتحتها مش مشكلة واحدة. الست دي باللي عملته فتحت عينين على حاجات متشابكة ومترابطة ومتعاقدة كتير، والناس ساكتة. لا، ما تسكتوش. اصل انا مش ممسوس، بكرة هتتمس، عيالك هيتمسوا، احفادك هيتمسوا، اختك هتتمس. ما ينفعش. اذا الظلم ساد مفيش امل لشمس. ما ينفعش. انا بشكر سيادة الرئيس السيسي على استجابته السريعة وما تأخرش. الراجل ما تأخرش. ربنا يبارك له في صحته، ربنا يبارك له في عياله، ربنا يحميه لنا، ويا رب يديله الصحة وطولة العمر ويغير. يا سيادة الرئيس السيسي، غير من فضلك، غير. كلنا في رقبتك، أولادنا وبناتنا في رقبتك، مستقبل البلد في رقبتك. أنا عارفة إن المسؤولية كبيرة وكبيرة قوي وقوي وقوي. لحضرتك لما خدتها قلت ما كانتش بلد، صح، ما كانتش بلد، عندك حق. بس حضرتك وافقت تشيل المسؤولية، يبقى حضرتك قدها، واحنا كلنا عارفين بحكمتك وبعقلك انك قدها. فمن فضلك صلح كل الجوانب الواقعة، وصلح على قد ما تقدر. مش هتقدر تعمل كل حاجة، بس ابدأ صلح وابتدي، وربنا معاك. واحمي ولادنا واحمي بناتنا واحمي ستاتنا، دول في رقبتك ليوم القيامة يا سيادة الريس. البنات دي والستات دي في رقبتك، لأنهم ضعاف ما عندهمش حد يحميهم، وحضرتك اللي في ايدك تسن وتعدل. أرجوك يا سيادة الرئيس السيسي، احنا بنحبك كلنا وبنقدرك، وشرف لينا ان انت ابونا كلنا واخونا وابننا. شرف لمصر انك تكون ابنها. يا رب تقدر تصلح. خلي أرجوك، أنا عارفة إن دماغك مشغولة بكل حاجة سواء خارجية أو داخلية. خلي الناس اللي جوه، اللي في القيادة، يحطوا على أولوياتهم حماية المجتمع وحتة نقطة الإنترنت يا سيادة الرئيس. الإنترنت اللي خسر رجالة مصر وخسر شباب الوطن العربي كله وخسر البنات. أرجوك الإنترنت المفتوح على المواقع الإباحية يتقفل، أرجوك. إحنا مش ناقصين خراب أكتر من اللي حاصل.
كفاية احنا عارفين بره بيعملوا فينا ايه، وهدفهم يهدوا ايه وايه وايه، واخلاق وقيم ايه. ارجوك احميهم واحمي الولاد والبنات، الزهور اللي لسه بتطلع وبتتفتح. انت الاب وانت القائد، وربنا يساعدك ويحميك ويديك القدرة والقوة. يا رب ما يكررش اللي حصل للبنت تاني في بنات تانية. انا بكتب على صفحتي في كل يوم، بكتب اللي بشوفه هنا وبسجله وبدونه عشان يتنوا في ذاكرة الفيسبوك محفوظ، علشان نرجع له في اي لحظة. الغرب شغال ازاي، ايه استراتيجياتهم للتصليح، ناخد اللي يناسبنا ونسيب اللي ما يناسبناش. سهل مش صعب، احنا ما بنبنيش من الصفر، احنا بناخد ما انتهى اليه الاخرون. ارجوك حاول تصلح. الجمعيات المجتمعية مهمة، التعليم، الصحة، الجانب النفسي المهمل للشعب. الناس مضغوطة، الناس المادة طاغت على كل شيء، أصبحوا مضغوطين في كل شيء. النفسية لو باظت مفيش أمل للتصليح. الإنسان لو من جواه بايظ مش هينتج، مش هيكون سبب لتقدم، لتطور، لتفكير، لخلق، لابتكار. مش هيكون. اللي من جواه بايظ ما ينفعش يفكر لبره. أرجوك يا سيادة الرئيس، وربنا يديك الصحة وطولة العمر ويقدرك على مكانك وصعوباته، وكله في ميزان حسناتك. صباحكم فل. رشا أمين، ألمانيا.